نحميوها. هلا داخلين بالكلاش، يحيى الجيلاني، الله اكبر، سقط الاسد الطاغيه. كاش دجاج في الثلاجه؟ قالوا ايه، اعطيني. هذا الاسد هذا فاسد، انظر عنده الدجاج في الثلاجه. ايه، وهذا الدجاج هذا واش كدير به؟ تعطيه للاجئين ياكله؟ لا، اللي دا دراهم دا دراهم، اللي دا طباصه دا طباصه، اللي دا تقاشر دا تقاشر، اللي دا راه صار الباطل في سوريا. الباطل راه صار في سوريا. السكان مساكن، الناس اللي هربوا خافوا، قالك الجولاني راه جاي، كاين اللي خافوا هربوا. السكان اللي هربوا ديارهم كاع فرغوهم لهم، القش داو حوايجهم، الذهب، الاتات، كلش، الاجهزه الكهرومنزليه، داو كلش. الاسد فاسد، داه على بالي بلي فاسد، انا على بالي. وانت وشنو؟ انت ناس ملاح زعما، انت ناس ملاح ياك، اقسم بالله طيروا وجنحوا ما تلحقوا الجزائريين في صباحهم الصغير. طيروا وتجنحوا، غيروا نظام برمته دون تدخل دولي. دولة ما كلمت، واحد ما هدر. أنا ما سمعت أردوغان، ما سمعت بوتين، ما سمعت ترامب، ما سمعت بايدن، ما سمعت واحد هدر. وحدنا في وحدنا، برا ما سرقناهاش في الحراك تاعنا، درنا ثورة، طيحنا نظام برمته فاسد. يعني يقول لك لا مافيا أودرابون، يقول لك مافيا عملاقة. ولا انت عندك عائلة الأسد، احنا عندنا عائلات هنا في الجزائر طيحناهم كل للحبس. قطرة دم ما سالتش، سنتيم ما تنسرقش، مؤسسة ما تمسكش، بل قطعة ورق، قصاصة ورق ما ترمتش في الأرض. كنا نعملوا حراك، كي نكملوا ننظفوا الشوارع وندخلوا إلى البيوت. ناس اللي يحبوا بلادهم، يحبوا يخدموا بلادهم ويبنوا بلادهم، ناس متقفين، ناس هاربين، جزائريين هذوك يعيطوا لهم. شفتوا الحراك الجزائري كيف اسقط النظام؟ شفتونا احنا نسرقوا في طباسه تاع بوتفليقه، سرقنا احنا السليب تاع بوتفليقه، احنا سرقنا كوكوطه تاع بوتفليقه. احنا جايين نتوما زادبين لبلادكم، تسرقوا في بلادكم، في اموالكم اللي سرقهم لكم الاسد اصلا. واحد وي يا ابا هريره، وي لامبورغيني ولا ندي البورش؟ لا، الامبورغيني احسن. الامبورغيني هي لومبورغر ماشي امبورغيني. حنا ما عرفش مين بغى يسميها لومبورغيني، ما عرفش يسميها الامبورغيني. الامبورغر تشيز واسمها تاكوز هذيك. ابا هريره امبورغيني ياك فرحان. وعلاش تدي امبورغيني وامبورغر؟ وعلاش تديها؟ هذاك تاع الشعب السوري، هذوك تاع الشعب السوري. على حنا سرقنا الامبورغيني تاع سعيد بوتفليقه ولا تاع تحكوت. حنا تحكوت 700 طوموبيل في كراج واحد برك، ولا مواطن دخل الاموال تاع العصابه وداهم له، ولا واحد دخل بيت سلال ولا البيت حداد. ما فكرناش حتى فيه. كاش واحد في الجزائر مفكر انه يدخل الى بيت حداد او بيت سلال او بيت بوتفليقه؟ ولا واحد. لا دوله ولا امن ولا شعب، حتى الامن، حتى المخابرات، حتى الشرطه، كانش اللي سرق. كان صوره واحده تاع سرقه في الجزائر، في الحراك تاعها وفي الثوره تاعها. ما زالت الجزائر تعطيكم الدروس كيف تحاربوا العدو بالسلاح. نتوما ما رفدتوش السلاح للعدو، وكيف ما تحاربش خوك بالسلاح. وانتم رفدتوا السلاح على خاوتكم، وقاعد رفدت السلاح في دمشق على من؟ على خوك. احنا هنا في الجزائر نهار دخل العدو الاجنبي الكافر رفدنا عليه السلاح، في وقت واحد اخرين ما رفدوش السلاح على الاجنبي. ونهار ولات في خونا اللي انت خوك رفدت عليه السلاح، احنا ما رفدناش السلاح على خاوتنا، بل بالعكس. مهما كان سلال خويا ويحيى خويا بوتفليقه خويا ماشي مليح نديه للسجن، كان ما نقتلوش. انا ما نقتلوش. ما زالت الجزائر تعلمكم الدروس. اول من دخل الاندلس هم الجزائريين، طارق بن زياد. واخر من خرج من الاندلس بعد ما طحتوا كاع وفرقتونا الى مماليك، اخر مملكه طاحت سيدي احنا الاخرانيين اللي خرجنا من الاندلس. قاومنا الى اخر نفس على الاسلام وعلى الدوله الاسلاميه. من كثره اللي قاومنا، اسبانيا
خلاتكم كامل بعد سقوط الأندلس وجات لينا احنا احتلتنا. علاش اسبانيا احتلت الجزائر بعد سقوط الأندلس؟ لأنها تعرف المشكل وين راه، شكون الأولين اللي دخلوا للأندلس، شكون الآخرين اللي خرجوا منها، شكون راس الحربة في الأمة العربية والإسلامية. هامليك هاد الجزائريين هادوما. ما لازمش يستراحوا الجزائريين، ما لازمش يستراحوا الجزائر. عمرنا ما استرحنا احنا الجزائريين. الرومان، البيزنطيين، الوندال، الإسبان، الفرنسيين، الإرهاب، العصابات، الفساد. والآن كنت تشوفوا مؤامرات جوسسة ومخابرات فرنسية، إماراتية، مروكية، صهيونية، كل يحاولوا كيفاش يخترقوا الجزائر. ما لازمش ترتاح الجزائر، لأن الجزائر إذا ارتاحت شوية تبدأ تخمم، والجزائر إذا خمت راح تجيبها من الأقصى إلى الكعبة. الجزائر إذا ارتاحت راح يجوها أفكار في راسها. فهمت؟ الجزائر كي تتحرر تحرر معها دول. الإمارات تحصلت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة 2 وش عملت فيهم للقضايا العربية والإسلامية؟ ولا شيء، بل بالعكس عملت التطبيع، ميعت القضية الفلسطينية، صفات القضية الفلسطينية. غزة انضربت عدة مرات ولا مقاومة من مجلس الأمن، وخدمت مصالحها الشخصية الإمارات كي كان في مجلس الأمن، وصارت قوة نفوذها وعلاقاتها وموانئها وتجارتها. أما الجزائر يوم تحصلت على مقعد في مجلس الأمن، نهار استأمنونا ناس على مقعد وصوتوا علينا، يعطيهم الصحة الأفارقة اللي صوتوا علينا وبعض العرب مشكورين والمسلمين، لكن الدرجة الأولى الأفارقة. نهار عطاونا مقعد، من يوم قعدنا في المقعد هذاك ما تكلمناش ولا مرة على الجزائر، باش تكون عبرة، يكون درس باش تعرفوا الرجال. من نهار قعدنا في مجلس الأمن إلى غاية اليوم مازال ما تكلمناش عن الجزائر أو عن أمور الجزائر أو مشاكل الجزائر أو قضايا الجزائر، وإنما نتكلموا على فلسطين، على السودان، على لبنان، على إفريقيا، على المضطهدين، على المحقورين، على المظلومين، وليس على الجزائر. احنا نتكلموا على المظلومين، والله سبحانه وتعالى هو اللي يتكلم علينا احنا، هو اللي يضرب علينا احنا، هو اللي يأمر علينا احنا. فهمت ولا فهمت؟ احنا نعاون الناس وربي هو اللي يعاوننا. احنا ما نتكلموش على رواحنا، ربي هو اللي يتكلم علينا مع الملائكة ويأمر الملائكة اللي هما خير منكم وخير منا، وكيقول لهم أمروا إذا قال كن فيكون. فهمت؟ وكان لما مجلس الأمن لحق فيتو، ربي كيقول جبريل ينفذ، ميكائيل ينفذ، عزرائيل ينفذ، الكل ينفذوا بدون معارضة، باش تعرفوا شكون هي الجزائر. لو كان أي دولة تحصلت على مقعد في مجلس الأمن، لو كان جعلت قضاياها في أو على رأس الأولويات. راني نقول لك ملي دخلنا المجلس الأمن مازال ما سمعتش ذكر اسم الجزائر والصحراء الغربية، فلسطين، السودان، لبنان، ليبيا، هذه أفارقة، هذه والجزائر مولاها ربي، والجزائر مولاها ربي، مولاها ربي. شكرا لكم إخواني أخواتي، تحية لكم. كان هذا البث مخصص لسوريا، وأظن والله أعلم أنكم فهمتوا ما الذي يحدث في سوريا. أتمنى أن البث كان واضح، كلامي كان واضح مبسط بسيط، الشرح كان بسيط كذلك، والمعلومات كانت وافرة على كل حال. أتمنى أنها وصلت كما لازم الحال، وإذا وفقت فمن الله، وإذا أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.